وبما اني بعمل أزكى صواني الدجاج، قلت يا ملك ليش ما شاركتي متابعينك اطيب صينية دجاج بالبصل ممكن يجربوها بحياتهم، ومش بس بالبصل كمان بالبطاطا. من اطيب صواني الدجاج اللي ممكن انكم تحضروها وكل العائلة تحبها، فما تترددوش ابدا انكم تجربوها بتتبيلة بتاخد العقل. شوفوا لي لونها الدجاج ما احلاه يا جماعة، بيت شهي. حبائي كالعادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. طب تعرفوا اشي؟ والله العظيم هي اصلا ماشيه ببركه الصلاه على الرسول. بشرفني اعرف من اي بلد بتتابعوني، كثير بحب شوف تعليقاتكم الحلوه واتعرف عليكم من اي بلد. اضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كثير ممنونه لكم. ونقول بسم الله ونبدا. كيف ما شفتوا رفعت المقلة على الغاز وضفت معلقتين من زيت النباتي ومعلقة كبيرة من السمنة. بعد هيك رح أضيف معلقة كبيرة مليانة من السكر. أيوة ما تستغربوش، تابعوا معي الفيديو للآخر، رح أطعميكم صينية دجاج بيت شهي. بعد ما تكرمل عندي السكر تماما على حرارة متوسطة، ضفت 5 حبات كبار من البصل قطعتهم لجوليان. حرارة الغاز هون صبايا بتكون عندي على المتوسط. ببدأ أقلب بالبصل ليدبل معي تماما وياخد هيك الكرملة الجميلة. طبعا السكر بيعطي البصل طعم كتير طيبة، فما تستغنوش عنها أبدا. بعد هيك رح أضيف حبة كبيرة من الفلفل الخضراء اللي هي نفس الفلفل الرومي الأخضر، وممكن تضيفوا حراق. 3 أسنان من الثوم مهروسين وبشوحهم كيف ما عم بتشوفوا معي. رح أضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من بودرة بصل وبودرة ثوم، وربع معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة مليانة من البابريكا أو الفلفل الحلو، ولكن الفلفل الحلو كتير أطيب. بشوح كل هالمكونات مع بعض، وهون رح تشموا ريحة إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. ضفت عصير حبة كاملة من الليمون، معلقة كبيرة مليانة من دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي الدجاج وبيعطي هالتتبيلة نكهة بتاخد العقل، وأكيد لو بدكم تستغنوا عنه عادي جدا سهل جدا. بعد هيك رح أضيف بودرة مرقة الدجاج، وبشوح كل مكوناتي مع بعض، وبترك التتبيلة لتبرد معانا تماما. وأحبائي لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة، بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. كمان بشرفني أعرف من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. عندي هون الدجاج، استخدموا الكمية اللي انتم بتحبوها وبتفضلوها. أنا مستخدمة دجاجة ونص. كل شيء عملته إني أنا بعمل شرحات باللحم، ما بقربش على الجلد أبدا. بعد هيك بعد ما بردت عندي التتبيلة تماما، باخدها وبضيفها فوق البصل كيف ما عم بتشوفوا معي، وببدأ أفرك بالدجاج من برا ومن جوا. باخد من التتبيلة وبحط بين الجلد وبين اللحم. بالنسبة لي ضفت 5 حبات بصل كبار على دجاجة ونص تمام، وشي 6 حبات كبار من البطاطا. انتوا على هوا عائلتكم، الله يبارك. الكمية عندك تقديرية، فيك تضاعفي او تقللي اللي بتحبوه وبتفضلوه. اما بالنسبة للبطاطا انا قطعتها لدوائر، وما تكون معي كتير سميكة ولا كتير رفيعة لحتى ما تدوب منكم او تتكسر. رشت لها فقط ملح وفلفل اسود، وبحاول انزل كل كمية البطاطا تحت الدجاج وبرتبهم بشكل مرتب لتنقلي طعم الدجاج من مكان لمكان تاني، وحتى كمان تعطيه لون كتير حلو. رح ندهن كل كمية الدجاج بمعلقتين من الكاتشب. ايوه بيعطي لون للدجاج غير نكهته اللي بتاخد العقل. اكيد بتقدروا تدهنوه بالصلصة مخفف بشوية زيت وشوية مي ورشة بسيطة من بودرة بصل، ولكن صدقوني الكاتشب بياخد العقل. بدهن كامل الكمية وبضيف ربع كوب صغير من المي، مش اكتر من هيك. عندي هون ورقة زبدة بلها بشوية مي، وبغطي كل وجه الدجاج. بعد هيك بغطيها بالقصدير وبدخلها على فرن محميته مسبقا على درجة حرارة 250 على الرف الأول من تحت، وبترك الصينية على أعلى درجة حرارة لمدة 10 دقائق. بعد هيك بنوص الحرارة لل200، وبحسب لها من ساعة إلا ربع لساعة وربع حسب حجم الدجاج عندكم. بعد ما تستوي معانا تماما على طول بشيل القصدير ورقة الزبدة وبتركها لتتحمر معانا تماما. برجع كمان بضيف على وجهها شوي من الكاتشب تمام، وبتركها لتتحمر معانا. وشو بدي أحكي لكم؟ لأحكي لكم عن الريحة قبل الطعم يا جماعة. قد ما بقول لكم بتشهي، لا 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 قولوا أكثر. أنا أكيد رح يطلبوك إياها بشكل يومي. قد ما هي طيبة وبتفتح النفس، هي مش معتازة أكثر من خبز طابون وصحن خيار باللبن وصحن سلطة أو فتوش. ودوقوا دوقوا وادعوا لي بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.